بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكوره مع الجوكر. وطبعا يا اخوانا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. طبعا كل سنه وانتم طيبين وربنا يا رب يجعله شهر خير ومحبه وسلام على الامه الاسلاميه كلها. وبسم الله نبدا. طبعا يا اخوانا هنتكلم على انسحاب الاهلي وعلى كل الكلام ده، لكن هنبتدي طبعا الاول باوروبا والريمونتادا مجنونه جدا. باريس سان جيرمان بيعمل مفاجاه كبيره وبيطيح بليفربول بركلات الجزاء بعد ما كان فايز طبعا في مباراة الإياب بهدف اللاعب عثمان ديمبلي. طبعا باريس سان جيرمان بالمباراة دي بيضرب موعد قوي جدا مع أستون فيلا الفايز على كلوب بروج بثلاثية مقابل لا شيء. طبعا كمان فايز في الإياب في الذهاب كمان بثلاثة واحد. طبعا هنتكلم كمان المباراة الثانية وريال مدريد يضرب موعد قوي جدا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد طبعا بركلات الجزاء بعد ما كان متأخر بهدف نظيف، لكن طبعا استفاد من فوزه في الذهاب في سانتياغو برنابيو. وبكده هيقابل طبعا فريق أرسنال الإنجليزي الفائز على ايندهوفن، لكن تعادل امس بهدفين لكل فريق. طبعا استفاد من فوزه على بي اس في ايندهوفن بسبعة واحد. كمان برشلونة بيضرب موعد قوي جدا مع بروسيا دورتموند. طبعا برشلونة فاز على بنفيكا في مباراة الإياب بثلاثية مقابل هدف. وكمان دورتموند فاز على ليل بهدفين مقابل هدف في فرنسا. كمان فريق طبعا انتر ميلان سيقابل بايرن ميونخ في مباراة قوية جدا الأفاعي أمام البافاري. طبعا فريق بايرن ميونخ فاز على باير ليفركوزن بهدفين مقابل لا شيء. كمان فريق انتر ميلان فاز على فاينورد روتردام بهدفين مقابل هدف. كمان كمان كده يا اخوانا كده الاربع مباريات اكتملت، وهنشوف طبعا دور قوي جدا، اربع مباريات جمال. وطبعا يعني توقعاتكم يعني ريال مدريد بجد يعني بيتحول، بيبقى غير ريال مدريد بتاع الدوري الاسباني. وبالتوفيق بالتوفيق للثمان فرق. طبعا هنتكلم كمان على انسحاب الاهلي، وبجد يعني شيء مؤسف جدا. قمة طبعا لم يحضر احد، وطبعا تظل صورة الطفل الاهلاوي الباكي هي اللي هتبقى شاهدة على الكل. بجد والله يعني هل الفيلم اللي عمله الاهلي ده بيعبر عن ايه؟ هل هي محاولة فرض عضلات ام زي ما بيقولوا كده لوي دراع؟ نادي الاهلي المحتج اللي طبعا يعني بجد والله مش عايزين طبعا نتكلم على حته احتجاجه على التحكيم وهو اتظلم في ايه، لكن ملناش دعوه. طبعا قبل ما نتكلم عن كل ده هنرد على ايهاب الكومي اللي بيقول لك ان النيه مبيته لتتويج بيراميدز بالدوري. بجد والله طب فين دليلك يا ايهاب يا كومي؟ طبعا انت في قرار طلع بمنعه طبعا بمنع ظهوره لمده اسبوعين. بجد فين دليلك؟ النادي الاهلي بجد عمل فيلم عبيط، وللاسف بعض الجماهير كلته زي ما بيقولوا كده. طبعا نادي الزمالك قبل الكلام في كل ده كان هو اصلا طالب تاجيل القمه عشان مباراته مع مودرن سبورت في الدوري، واتحاد الكره ولجنه الانديه رفضوا. طبعا انت بتقول التحكيم اجنبي، وطبعا ديك الوقت دي الروايه دلوقتي المنتشره. طب لو لجنه الانديه سمعت كلام الاهلي والمباراه تتعاد، هل نادي الزمالك هيقبل؟ ده بقى السؤال. طب والسؤال التاني، مين السبب في الحوار ده؟ هل مجلس اداره الاهلي ام اتحاد الكوره؟ بجد والله. وفين النية المبيتة ان بيراميدز بالمناسبة تعادل امس مع المصري سلبيا، وكانت مباراة شهدت ضياع العديد من الفرص من الفريقين. فمباراة قوية. طبعا الاهلي لو ما لعبش مباراة بيراميدز الجاية سيطبق عليه لائحة الانسحاب. طبعا هو المفروض اصلا يطبق عليه اللائحة، ده حق الزمالك مشروع. وطبعا بيان النادي الاهلي طلع الساعه 11، طبعا كان يوم القمه. طبعا طلع بيان النادي الزمالك بعد المباراه، حقه الراجل طبعا يعني النادي عايز 3 نقط بتوعه، خصم 3 نقط من النادي الاهلي. دي اللائحه اللي بتنص على كده، وده نفس اللي اتعمل مع نادي الزمالك الموسم الماضي. هل يا ترى هيتعمل الكلام ده؟ هل الاهلي هيصعد الموضوع بتاعه؟ هل طبعا يعني في انديه متضامنه مع حوار الاهلي، وكلنا عارفين مين هم الانديه اللي هي زي ما بيقولوا الهابطه، اللي هي مع كل احترامي ليها. الاسماعيلي تضامن، غزل المحله تضامن، زد تضامن، مودرن سبورت تضامن، كل دول مهددين بالهبوط. يعني بجد والله مش عشان حبا في النادي الاهلي ولا حبا طبعا في الكره المصريه اللي للاسف بقت فرجه للجميع. منافسه صفر، تحكيم زيرو، مفيش عداله للاسف. قرارات على الكيف. حتى كمان القرعه لما اتعملت برضو معرفش اتعملت امتى ولا طلعت ازاي. فبجد والله لا تعليق على اللي بيحصل. بجد طبعا يعني لا تعليق على اللي حصل. طبعا كمان هنتكلم بقى كده على شويه اخبار سريعه كده لنادي الزمالك. نادي الزمالك خلاص سيعلن تجديد
عمر جابر موسمين كمان، في تجديد لعبد الله السعيد، كمان تفعيل عقد بن تايج كمان يعني. طبعا يعني فيلم زيزو اللي للاسف حتى الان شايفينه مسخ بجد والله، فيلم مسخ جدا. طبعا اتمنى يا رب ما كنتش تقلت عليكم. حافظ الله فلسطين. طبعا صوما مقبولا وافطارا شهيا. طبعا بنختم خير ختام والصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه. طبعا النهارده الليلة بقى بتاع دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد أمام سوسيداد. طبعا مباراة الإياب النهارده طبعا الذهاب انتهت في الأنويتا بهدف لمثله، والإياب في الأولد ترافورد الليلة. نترككم في رعاية الله. حافظ الله فلسطين. السلام عليكم.